هو ايه مدى نسبة الحقيقة في الكلام اللي مكتوب في الرواية دي؟ وهل ينفع نقول عليها رواية ولا ده كتاب؟ وأسئلة تانية كتير الحقيقة كانت في دماغي طول قراية العمل ده، ومن بعد ما خلصته وأنا برضو عمال أقرأ عمال أفكر إزاي هطلع وأتكلم معاكم في الحلقة دي. هل نتكلم عن المحتوى نفسه اللي جوه العمل ولا نتكلم عن الفكرة العامة وأحكي لكم ملخص الحكاية واقول لكم رأيي في دي كرواية وعناصرها ايه، ولا محتاجين نتكلم عن الكلام اللي كتبه الكاتب جوه العمل ده؟ تعالوا نبدأ حلقتنا ونشوف الحكاية هتوصل معانا لحد فين. اهلا بك يا صديقي العزيز في حلقة جديدة من حلقات بوك كافيه المثيرة، حيث المتعة والاستفادة معا. وفي حلقتنا النهاردة زي ما انت شفت في العنوان احنا هنتكلم عن القادمون. القادمون هل هي رواية او كتاب؟ ده هنتكلم عنه قدام، بس خليني اقول لك ان انا ايه خلفيتي مع الكاتب احمد خالد مصطفى او دكتور احمد خالد مصطفى مع حفظ اللقب ليه. هي بدايتي معاها كانت مع انتي خريستوس، والحقيقه ما حبيتهاش وتفاصيلها الكتيره والشكوك اللي كانت حوالين العمل ده خلتني ابعد عنه وخلتني ما اقراش للكاتب تاني، الا ان الافكار تاني راودتني وقالتني ما نخوض تاني تجربه ونجرب، وجبت له فعلا الروايه بتاعت العمل السابق وهي الشيطان يحكي. هل قريتها؟ الحقيقه لا، اتركنت عندي ما قراتهاش. وجت السنه دي ونزلت روايه القادمون، غلاف غامض غلاف مثير، الاسم كمان غامض، الحكايه اشبه ما تكون انت عرفت هي بتتكلم عن ايه. ف الرحله بقى اللي خضتها مع الكتاب ده، ودي كانت تحدي السنه دي، وان العمل ده يكون من اول الاعمال اللي اقراها من بعد قراءات المعرض. وبالمناسبه خليني اقول لك ان احنا عملنا حلقه عن قراءات شهر يناير، هسيبها لك تحت وممكن تظهر لك فوق دلوقتي وانا بتكلم، اللي اتكلمت فيها عن كل القراءات اللي فاتت، وكان من ضمنها كتير من اصدارات المعرض اللي كانت قريتها بشكل حصري. مش عايز اخرجك بره الموضوع. التحدي اللي هنخوضه النهارده هو ايه الفرق ما بين انتي خريستوس في الكتابه القادمون؟ هل هناك فرق؟ وهل الكاتب بيستخدم نفس اسلوبه هو؟ وايه حكايه القادمون دي؟ وهل ينفع نقول عليها روايه ولا كتاب؟ وهل الكتاب اتعلم من الاخطاء السابقه ولا مازال عنده نفس المشكله اللي كلنا بنواجهها معاه؟ كل ده هنتكلم عنه، لكن هنمشي في حلقتنا بالشكل المعتاد، وهنخلي كل الحاجات اللي محتاجين نتكلم عنها وعن اثاره الجدل في الاخر خالص. فتعالى نخش رحلتنا ونتكلم في البدايه عن الحكاية والرواية اللي بيكون فيها ملخص القصة أو ملخص الرواية بدون أي حرق للأحداث. وحكاية الرواية بتاعتنا الكاتب خدها أو عملها من بداية رحلة أو من بداية عهد بينك وبينه أنت يا قارئ العزيز. والعهد ده إن أنت من أول ما هتسلم نفسك ليه ومن أول ما هتبتدي القصة بتاعته هتفضل مكمل معاه للآخر، وهتخوض رحلة مع القادمون، وهنعرف ايه سر القادمون في الاخر. ودي رحله انت هتخوضها مع شخص، ودي رحله هتكون مكونه من 10 فصول، كل شخص هياخدك فيها وليه حرف هيقولك اول حرف من اسمائه، وهتعيش معاه في رحله طويله. فمثلا في الحكايه الاولانيه بياخدك من المخرج، والمخرج بيوريك بعض التقنيات الحديثه اللي حصلت في زمن الشخص ده، ومنها ان انت ممكن من خلال الذكاء الاصطناعي تختار اي مشهد انت عايزه يحصل، والمشهد ده بيتمثل وبيقولك بطريقه المخرج مين. بس الفكره هنا والصدام اللي حصل في اول فصول الروايه ان بيجيب لك مشاهد من حياه الانبياء ومشاهد صعبه جدا بيكلمك عنها، وبعد كده في نهايه الفصل ده بيبتدي يقول لك ان الحاجات كلها اللي انت شفتها دي كانت من التوراه المحرفه لليهود. وبعد كده بقى بنخوض رحله طويله قوي في بقيه التسع فصول، منهم مثلا فصل متحف السبعين، وده اللي بيكلمك فيه عن اخطر 70 رجل في العالم، وكمان بيكلمك عن لوحات شهيره جدا واسبابها وازاي اللوحات دي بتتحرك، وحاجات منها بيحكيها لك. وانا بكلمك كده هيظهر لك اشهر اللوحات اللي اتكلم عنها، ومنها طبعا لوحة العشاء الأخير ولوح تانية مثيلة ليها. وبعد كده بنخوض رحلة كبيرة جدا بيكلمك فيها بقى عن بداية اليهود ونشأتهم من زمن الأنبياء، وبيتكلم كمان عن الوقت اللي عاش فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع اليهود في المدينة، وإزاي إن هم كانوا بيتحاولوا يتلاعبوا كتير، وإزاي إن اليهود دول بقوا منتشرين في كل أنحاء العالم. بل بيجي في نص الأحداث وبيصدمك بين اليهود اللي موجودين حاليا أو يهود بني إسرائيل، مش هم نفس اليهود اللي موجودين دلوقتي، وان اللي موجودين دلوقتي هم من نسل تاني او هم عبء على اليهوديه. وبعد كده بقى بياخدنا في رحلات طويله بيعرفنا على ايه الصهيونيه وحكومه العالم، ومين دلوقتي اللي بيتحكم في العالم، وايه العائلات الكبيره اللي بتتحكم في العالم، وايه المنظمات السريه اللي بقت ايديها على العالم وبتقدر تطلع شعوب وتخسف شعوب بالارض، وايه هي المخططات السريه اللي موجوده. طبعا كل ده هتقول لي احنا عارفينه، كل ده بيحصل وي 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 وي. فطبعا كل ده محتاج نتكلم عنه في رحلة الكاتب قدر يعملها. الكلام بقى بتاعنا هل هيكون عن المحتوى نفسه ومدى حقيقته او عدم حقيقته، ولا هنتكلم عن فكرة انها متصنفة كرواية، وهل اللي موجود ده نقدر نعتبره حقيقة او جزء من الحقيقة، او كل ده من خيال الكاتب؟
فاعتقد ان احنا محتاجين نوقف وناخد نفس ونخش على تفاصيل الروايه. وفي كأول تفاصيل حكايتنا لازم هنتكلم على الغلاف، وانا طول الحلقه ما مسكتش الروايه. ماشي، ادي الغلاف. هو غلاف صادم جدا، غلاف بيوحي بفيه بعلامه شهيره جدا احنا عارفينها وبترمز لايه، وباسم اشبه ما يكون برضو احنا عارفين بيرمز لايه. طيب بعد كل ده هنتكلم على عناصر الروايه ونبتدي باللغه. الحقيقه اللغه ما فيش اي مشكله فيها، اللغه متماسكه، اللغه قويه، قدر الكاتب يجذبني فيها ان احنا نكمل ونخش في الحكايه بتاعتنا. الشخصيات، ما فيش شخصيات. الحبكه، فين الحبكة؟ فين الرواية؟ هو ده بقى السؤال، فين الرواية؟ هل هي دي طريقة معتمدة واسلوب معتمد من الكاتب احمد خالد مصطفى وبيقول على ان هنا دي رواية، ولا هل هو اثر ان هو يتقال ان دي رواية علشان يخرج نفسه من المسؤولية في الكلام اللي مكتوب هنا ومدى خطورة الكلام اللي مكتوب هنا؟ فالحقيقة مش عارف، وإجابة السؤال ده مش هتبقى عندي. بس لو عايزين نتكلم على تفاصيل فتعالى هاخدك في تفاصيل أكتر نتكلم عنها. هنا انا شفت او معرفش الكاتب كان بيغير طريقته في الاعمال اللي قبل دي ولا لا، بس انا من قراءتي الانتي خريستوس ومن قراءتي للعمل ده شايف نفس الاسلوب. فكره ان احنا بندخلك في رحلات مع اشخاص مختلفه، وان في واحد بيحكي لك او بياخدك في الرحله دي عشان تخش من مستوى لمستوى المستوى. وهنا كانت الرحله من خلال ان هو بياخدك بايدك انت يا قارئ العزيز او يا شخص في الرحله دي، بياخدك ويقعد يحكي لك عن حاجات، فاشبه ما تكون بمقالات منفصله بياخدك فيها الكاتب. وده كان رايي في الموضوع، والافضل ان هو كان يتقال عليه كتاب، لكن هو عمله في شكل روايه بيكلمك بشكل مشوق عشان يشدك للعمل. وزي ما قلت الجانب الثاني ان يكاد يكون ان بيكتب انها روايه عشان يخلي مسؤوليته عن اللي مكتوب. طيب السؤال هنا، هل العمل ده وحش؟ لا. طب هل هو حلو؟ مش عارف الحقيقه. طب الاجابه امتى؟ الإجابة هتكون في آخر جزء في حلقتنا، وهو الحساب على المشاريع. عارف إن إحنا في الجزء ده ما اتكلمناش كتير كعادتنا، ده لأن نظرا إن العمل ده ما ينفعش نحكم عليه كرواية، لكن ممكن نحكم عليه بأي شكل تاني. ولو حكمنا عليه بحكم عناصر الرواية فعايز أقولك إنها الحقيقة مش موجودة خالص بالنسبة لي. فتعالى نتكلم في الجزء الأخير في الحساب على المشاريع. زي ما كنت لسه بقولك من شويه ان لو اعتبرت ان العمل ده روايه فلو هنقيمه هقدر اقولك ان هو بلح. بس لو خدناه على الجانب التاني واعتبرنا ان ده كتاب او مقالات او شيء مهم الكاتب كاتبه، فتعالى هنتكلم بقى ونقول ان لا، في واضح ان في مجهود كويس جدا، مجهود جبار من الكاتب ان هو عايز يقدم حاجة، عايز يحكي لك عن حاجة، عايز يكشف لك أمور كتيرة، وابتدى يقدم لك ده من خلال طريقة سلسة، طريقة فيها تقسيمة فصول، طريقة فيها نوع من أنواع مزج الذكاء الاصطناعي مع فكرة تكنولوجيا بتحصل في الزمن، الأشخاص اللي بيكلموك فيها، وكل تكنولوجيا بياخدك فيها وبيخليك تعيش معاها. يعني مرة قال لك فكرة صناعة الأفلام، ومرة المتاحف والصور اللي بتتحرك، ومرة فكرة الهولوجرامات، ومرة فكرة المكتبة العشوائية اللي كلها شغالة بالذكاء الاصطناعي. فخدك في أفكار كتيرة، ومنها ابتدى يديلك كده جرعات من المعلومات اللي عايز ينشرها لك أو يخليك تعرفها. السؤال هنا، هل المعلومات دي فعلا حقيقية؟ طب فين المصادر بتاعتها؟ هل المعلومات دي حقيقية؟ فاعتقد ان انت محتاج تدور، وانا شخصيا رحت دورت، وبعض الابحاث البسيطه عرفت اوصل لحاجات. ومنها مثلا ان كان في وقت من الاوقات بيتكلم على فكره اصل اليهود، وهل اليهود اللي موجودين دول هم اصلا يهود بني اسرائيل، ولا دول من نوع تاني او من قبيله تانيه، واللي هو ذكرها وهي قبيله الخزر. معلومة مش أكيدة، بس لما دورت لقيت إن دكتور جمال حمدان رحمة الله عليه كان كاتب كتاب اسمه اليهود أنثروبولوجيا، وكان بيتكلم على الفكرة دي برضه. والكتاب التاني اللي تم ذكره هنا هو القبيلة 13، برضه الكاتب إنجليزي أو كاتب أمريكي، وتم اغتياله من خلال الإسرائيليين عشان بيكشف حقيقتهم. فهل المعلومة دي صحيحة ولا لا؟ الحقيقة مش عارف، لكن هل الكتاب ده موجود؟ خليني أقول لك إن الكتاب ده موجود. ففي بعض الحاجات اللي انا دورت عليها لقيت حقيقتها، بس محتاجين ان احنا نتقصى عنها اكتر ونعرف مدى صدقها من عدم صدقها. طيب فين المصادر؟ دي بقى نقطة الحقيقة انا مش عارف ليه الكاتب مش بيوجدها او مش بيقولها او مش بيفنطها بره. اي نعم، هنا في شوية حاجات قايل عليها او قايل على بعض الكتب جوه احداث العمل، ممكن تروح تدور عليها وهتلاقي فعلا الكتب دي موجودة. فاعتقد دي نقطة الى حد ما كويسة، ان هو قال ان هو شاف الكلام ده فين او قرا الكلام ده فين او جابه منين، لكن بره في النهايه مفيش فهرسه او مفيش مراجع او مفيش مصادر
كتب بقى في النهايه يقول لك ان هو جاب منها الكلام ده. وفي نهايه الكلام ومن وجهه نظري شايف ان الكتاب ده واحد من الكتب الخطيره جدا، الكتب الصداميه جدا، الكتب اللي بتتكلم على اليهود وبتعرفك عنهم وبتعرفك عن نشأتهم، بتعرفك على الصهيونيه وجت منين وبدات ازاي، بتعرفك على الناس المتحكمه في البلد. واغلبنا عارف معلومات من كتير من دي، او اللي بيدور على القصص دي وعن الناس دي هيعرف معلومات كتيره من اللي موجوده في الكتاب. فاعتقد مش هتكون اضافه ليه، لكن ممكن يكتشف حاجات تانية. هي الفكره هنا هي حقيقه الكتاب ده امر من الامور الخطيره. فاعتقد ان اي حد هيقرا مش لازم يبقى بالنسبه له كل اللي موجود ده حقيقي ومسلم به. من فضلك اقرا ودور وابحث وشوف هل الكلام ده فعلا يصح ولا لا. وخلينا لو هنتعامل مع العمل ده نتعامل معاه على اساس انه روايه، فجزء منه هيبقى كتير خيال. بس عايز اقول لك حاجه، بعيدا عن كل الكلام ده في حاجات كتيره مهمه وهيعرفك حاجات كتير ويبقى مفتاح ليك ويصير فضولك ان انت تروح تدور، وده شيء مهم عمله. عشان كده انا بعتبره في اوقات ان ده كتاب مش روايه. بس عايز اقول نقطه مهمه في الاخر، بعيدا عن كل الحاجات اللي هو عملها، في جزء في الاول اللي كان بيتخيل فيه الانبياء بشكل او باخر او بيجسد لك مشاهد منهم، انا بالنسبه لي حسيت ان الموضوع ده مش احسن حاجه. فعشان كده بحذرك وبنبهك من دلوقتي. بس طبعا ان انت تقرا او ما تقراش دي حاجه ترجع لك وليك مطلق الحريه فيها، ففي النهايه القراءه اذواق. وده كان رأي صديقي العزيز في اللي قرأته النهارده. مستني بشدة اسمع رأيك انت عن الموضوع اللي اتكلم عنه كتاب او رواية النهارده، وعن كتابات الكاتب ده في العموم. وعايز اسألك سؤال مهم، هل الانطباع الاول مع كتابات اي كاتب بتدوم؟ وبكده يا صديقي العزيز المستمر في المشاهدة لحد الآن، أنا عايز أشكرك من كل قلبي وأتمنى تكمل جميلك وتدعم القناة أكتر بإن أنت تعمل لايك، تشارك حلقة مع أصدقائك، وتشارك على السوشيال ميديا، وتعمل أي تعليق تحت، وتتأكد إن أنت مشترك ومشغل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات الجديدة. وما تنساش دايما تتابعني على تيك توك والإنستجرام. سلام.